باللعب مرموش وشي المهم كل واحد كيفاش كيلاحظ هذا الشيء. كاين اللي كيلاحظ مرموش ما يستحقش المنتخب، كاين اللي كيلاحظ بان مرموش ما يستحقش النجوميه اللي معطيه له على حساب صلاح. المهم كاين واحد اللغط كبير، صلاح ما عندوش ما كانش متوقع بانه يوصل لهذا المستوى هذا. يعني صلاح بالامكانيات ديالو يعني الفرديه والتقنيه كيبقى لاعب ما عندوش امكانيات كبيره. يعني مثلا الا جينا نقارنوه مثلا واحد راه كاين بعض اللاعبين العرب اللي هما عندهم طاقات كبيره على صلاح ما وصلوش لمستوى صلاح. اذا السلام عليكم الاخوان الاخوات والحباب وكاع متابعي كره. فجينا فيديو جديد اللي نتحدثوا على المباراه اللي كتجمع ما بين الاشقاء المنتخب المصري والمنتخب ديال موريتانيا. فبصراحه الله تابعت اللقاء كامل. بصراحه الله مباراه كانت قويه، مباراه مع منتخب بدنيا قوي وعنده واحد التناسق دفاعي كبير، يعني كيغلق لك الممرات من جميع الجوانب، مع منتخب باغي يفك داك العقده ديال داك الشق الدفاعي ديال المنتخب الموريتاني. فلهذا شفنا تكتل دفاعي ديال المنتخب الموريتاني مع المنتخب المصري اللي بصراحه الله المنتخب المصري عنده امكانيات وقدرات اقوى من المنتخب الموريتاني. لهذا يعني قدر يجيري المنتخب الموريتاني. موريتانيا صمدت، ولكن المنتخب المصري قدر ينتصر ويفك داك الشفره الدفاع ديال المنتخب موريتانيا اللي هو عقد بزاف ديال الفرقيه. يعني بصراحه الله قدر يوقفهم، ومنها المنتخب الجزائري اللي قصى هذا المنتخب هذا. كذلك المنتخب الموريتاني راه قدر يتعادل مع المنتخب المغربي، يعني منتخب منظم عنده امكانيات. فالمنتخب المصري دخل بتشكيله الشناوي في الدفاع في الحراسه. في الدفاع ربيعه ديال الاهلي مع منعم، الظهير الايمن العيد، الظهير الايسر فتحي حمدي، في وسط الميدان فتحي مع مروان عطيه ديال الاهلي، ووسط الميدان المتقدم زيزو ديال الزمالك، وفي الجناح الايسر تريزيغي، صالح في اليمين، وبيناتهم عمر مرموش. فبصراحه الله تشكيله منطقيه، تشكيله يعني قويه. بصراحه الله شفنا المنتخب المصري يعني ضغط على المنتخب ديال موريتاني، يعني حاول يدخل من العمق، حاول يدخل من الجناب، والمنتخب الموريتاني صعب المباراه في الشوط الاول. احتاج الشوط الثاني وقدر يسجل الهدف الاول تريزيغي، ومن بعد ضاع في الحصه صلاح. فكاين واحد اللغط كبير في مصر، هو على مقارنه صلاح باللاعب مرموش وشي المهم كل واحد كيفاش كيلاحظ هذا الشيء. كاين اللي كيلاحظ مرموش ما يستحقش المنتخب، كاين اللي كيلاحظ بان مرموش ما يستحقش النجوميه اللي معطيه له على حساب صلاح. المهم كاين واحد اللغط كبير، وانا كنأكد بانه محمد صلاح لاعب دار ارقام كبيره، ولكن صلاح ما عندوش ما كانش متوقع بانه يوصل لهذا المستوى هذا. يعني صلاح بالامكانيات ديالو يعني الفرديه والتقنيه كيبقى لاعب ما عندوش امكانيات كبيره. يعني مثلا الا جينا نقارنوه مثلا نعطيك واحد المثال، راه كاين بعض اللاعبين العرب اللي هما عندهم طاقات كبيره على صلاح ما وصلوش لمستوى صلاح. الفرق ما بين في العقليه، صلاح كان عنده غير لا فيتاس السرعه المرتدات والانطلاق. ولكن نعطيكم واحد المثال، مثلا بن شرقي ديال المغرب، بلايلي ديال الجزائر، المساكني ديال تونس، هادو لعابه اللي هما افضل من صلاح بكثير في الامكانيات ديالهم الفرديه والتقنيه، راه يلعبوا في افضل الفرق، ولكن فين الذهن العقل اختاروا الفلوس، اختاروا الكسب كدا. هذه ما عندهم. كاين بعض اللاعبين اللي كيدخلوا بالفلوس وكتدخل المكان، داك الشغف ديال الكره كيمشي له، داك الشغف ديال انه ينوض بكري ويمشي لونطرين ويلعب وكدا وهذا ويتطور من راسو كتمشي له. وهذا هو الفرق ما بين اللاعب وبين اللاعب. وصلاح ما كانش عنده الامكانيات التقنيه قويه، يعني كان عنده السرعه فقط، وراه شفناه مع باز السويسري راه كان كيعطيو كيتركز، ولكن كامكانيات وكقدرات ما كانش
معروف بانه يوصل داك الشيء هذاك. لان علاش؟ لان ما كانش عنده واحد الموهبه قويه، ولكن كان عنده السرعه واشتغل على المهاره، بقى كيطور. يعني يقدر يطور من راسو كثير صالح، ماشي متوقع هو ملي كيكون موهبه. فبصراحه الله عمر مرموش حتى هو لاعب جاي في الطريق، ولاعب عنده امكانيات كبيره، وممكن حتى هو يكون يدير ارقام اكثر من صالح. يعني باش هاد الكره الحديثه الحاليه ما كتعتمدش على المهاره ولا الموهبه بزاف، كتعتمد على الاشتغال، على الجانب البدني، على انك تكون كتنعس مزيان، لانك تكون كتاكل مزيان، لانك فهمتي هادو هما الحوايج اللي كيديروا الفرق. وهادشي باش كنشوف بزاف د المواهب ما كيبقاوش مستمرين، ولاعب ما عندوش موهبه كبيره وكتجبرو مشى لواحد المستوى كبير. هادشي اللي كاين. انتصار يعني رجعوا المباراه انتصار يعني كبير، انتصار كيخلي الفراعنه تصدر مجموعه 9 نقاط. وكاينه مباراه ديال الاياب فنشوفوها. يعني شو اكيد المنتخب المصري غادي يتاهل، والمنتخب المصري عنده امكانيات كبيره، وحتى هو غادي يقول الكلمه ديالو في الكان ديال المغرب. هادشي اللي كاين الاخوان. ما نساوش دعمنا باللايك، اللي مازال مشترك يشترك في القناه ديالنا، وتهلاو في راسكم.